ازاي اجهز للمنحه كويس؟ انهي احسن، اقدم على تراك واحد ولا تراكين؟ هل لازم كليه معينه عشان اقدم؟ لو قدمت على تراك بعيد عن الكليه بتاعتي هل ده بيفرق؟ ايه احسن تراك اقدم عليه؟ لازم تبقى عارف اجابه السؤال ده. هنا بقى السؤال اللي بيتكرر ياما جدا، هل لازم شهاده تويفل؟ هل بيفرق ان انا اقدم في الاول او في الاخر؟ انز بالانترو. السلام عليكم. الفيديو ده هيكون طويل شويه فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا انجز فيه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ايه الفرق بين المنحه بتاعت ال3 شهور وال9 شهور؟ بص، وانا كنت عامل فيديو شارح فيه الجزئيه دي بالتفصيل، هسيب لك لينك فوق بس سريعا كده اهو. بالنسبه لل3 شهور فانت ممكن تقدم فيها معاك سماحيه لغايه 10 سنين من التخرج، يعني مثلا لو انت متخرج في 2020 فانت معاك لغايه 2029 سنه التخرج بتكون محسوبه. لكن في ال9 شهور بيكون معاك بس لغايه 5 سنين من التخرج، يعني انت مثلا معاك من اول 2020 2021 22 23 24 دول كده 5 سنين، سنه التخرج بتاعتك بتكون محسوبه. لكن تراك الاي اي بس معاك سماحيه فيه لغايه 10 سنين من التخرج. وال9 شهور زي ما انت عارف بتفتح يا اما اخر شهر 7 او اول شهر 8، لكن ال3 شهور بتفتح كذا مره في السنه. وفي نقطه كويسه جدا في ال9 شهور، وهي ان الشهاده بتاعتها بتاهلك انت تعمل ماجستير بره مصر. لما بدخل على الموقع بتاع المعهد مش بلاقي لينك التقديم. اللينك بتاع التقديم بتاع المنح بيفتح بس على الموقع بتاع المعهد لما المنحه بتفتح، يعني انت لو دخلت في اي وقت مش هتلاقي اصلا لينك. لما باجي بقدم على المنحه هل بيفرق ان انا اقدم في الاول او في الاخر؟ كان في الاول كان بيفرق، لان انت كل ما كنت تقدم اول كل ما كان امتحانك بدري، لكن حاليا بقوا بيخلوا الامتحانات بعد ما كل الناس تقدم. بس نصيحه، حاول تقدم في الاول عشان في مرحله رفع الورق الموضوع بيطول شويه وممكن يقعد معاك بتاع حوالي 3 او 4 ايام، فمع الضغط بتاع الموقع ممكن ياخد منك وقت. فعشان انت ما تكونش مستعجل او مثلا ما تكونش متوتر، ادي لنفسك سماحيه وقدم في الاول احسن. هل التقديم بتاع الكليه بيفرق في حاجه بسيطه جدا جدا، يعني مثلا لو احنا مثلا فرضنا ان 100% من الدرجات متوزعه على الامتحان الانجليزي والاي كيو والبروبلم سولفنج والتكنيكال والسوفت سكيلز والاتش ار، بيكون في جزء صغير جدا خاص بالتقديم بتاعك في الكليه، فهي ما تعتبرش حاجه ذو قيمه قوي. لكن في نقطه مهمه جدا، وهي ان التخصص بتاعك في الكليه ويخلي ليك الاولويه في تراك معين. يعني مثلا تراك الجي اي اس، لو انت مثلا خريج كليه اداب قسم جغرافيا فانت هنا هيكون ليك الاولويه في التراك ده. لكن ممكن تلاقي حد معاك من كليه مثلا تربيه ممكن تلاقيه دخل معاك التراك ده، لو هو قدر ان هو يقنع اللي بيعمل له الانترفيو بتاع التكنيكال بان هو فعلا مهتم بالتراك ده وان هو مذاكر، ممكن عادي تلاقيه معاك في نفس التراك. لكن الاولويه بتبقى ليك انت، لان انت ليك نفس التخصص او نفس الدراسه بتاعت التراك ده. هل التراكات اللي بتفتح كل سنه في كل محافظه بتبقى ثابته؟ لا، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا تراك الامبيدد سيستم فاتح في 3 شهور المره دي في اسكندريه، وتلاقي مثلا الراوند اللي جايه بتاعت ال3 شهور مش فاتح في اسكندريه، فهي حسب. وبرده بالنسبه برده ال9 شهور مش كل التراكات بتفتح هي كل سنه في كل محافظه، فهو بالشرط ان التراك تلاقيه موجود كل سنه في نفس المحافظه. من الاسئله اللي بتتكرر، هل لازم شهاده تويفل؟ لا، مش لازم. ابسط يا عم ابسط. مسموح لي اقدم في كام تراك. كان الاول بتقدم على 3 تراكات، او انت كان معاك السماحيه ان انت تقدم على 3 رغبات، لكن حاليا مسموح لك برغبتين بس. هنا بقى السؤال اللي بيتكرر ياما جدا، هل لو انا قدمت على تراك واحد هيبقى احسن وهيكون ليا فرصه اكبر في ان انا اتقبل من ان انا اقدم على تراكين؟ وهل لو انا قدمت على تراكين مختلفين هل ده بيقلل من فرصي؟ حته ان انت تقدم على كام تراك او التراكات اللي انت قدمت عليها ملهاش علاقه ببعض، دي ملهاش اي علاقه خالص او اي تاثير خالص على قبولك في المنحه. حاول بس لازم تبقى انت عارف انت ليه مقدم على كل تراك، عشان انت اكيد هتتسال في التكنيكال انترفيو انت ليه مقدم على التراك ده، فانت لازم تقنع اللي قدامك بيك، لازم تقنع اللي قدامك هل انت فعلا عارف انت ليه مقدم على التراك ده وايه اللي هتعمله بعد ما تخلص المنحه ولا لا. فانت لو هتقدم على تراكين مختلفين لازم تبقى عارف اجابه السؤال ده. اوراق التقديم ايه هي؟ صوره شخصيه، شهاده الجيش، شهاده التخرج، وصوره البطاقه. لو انا معيش شهاده الجيش هل ينفع اقدم؟ هنا لو انت ضامن ان انت هتاخد اعفاء، اذا كان مثلا كنت وحيد او ايا يكن، فلما بتيجي ترفع الورق في الخانه بتاعت شهاده الجيش بتحمل اقرار وبتمضيه، ولما تيجي تقدم الورق بتمضي الورقه دي اللي هي بيكون تعهد منك ان انت في اول اسبوع من الدراسه هتجيب شهاده الجيش بتاعتك. طب لو انت اصلا لسه مش عارف موقفك من الجيش، في الحاله دي انت للاسف مش هتعرف تقدم. طب لو انا معيش شهاده التخرج هل ينفع اقدم؟ لو انت معاك الافاده فانت بترفعها، ولما تيجي تاخد شهاده التخرج بتروح تقدمها. طب لو انت بقى معاكش لا التخرج ولا الافاده، برضو في خانه رفع الورق هتيجي عند خانه شهاده التخرج وهتحمل اقرار، والاقرار ده برضو هتمضيه وبعد كده هتقدمه، والاقرار ده معناه ان انت مطالب في اول اسبوع من الدراسه ان انت تقدم افاده او شهاده التخرج بتاعتك. اعرف ازاي التراكات اللي هتفتح السنه دي؟ بتعرف التراكات وقت التقديم، وقت ما انت بتيجي بتفتح اللينك بيظهر لك ايه هي التراكات المفتوحه في كل محافظه، وانت داخل الامتحان بتاع الانجليزي والاي كيو والبروبلم سولفنج بتخش بقلم والبطاقه بتاعتك بس. كان نصيحه، خد معاك ورق،
هما كده كده بيدوا لك ورقه، بس انت تكون جاهز ومعاك ورقه احسن من ان انت تستنيه ويجي هو ويدي لك ورقه. فانت خش احسن بالورقه والقلم من الاول. ايه احسن تراك اقدم عليه؟ وده من اكتر الاسئله اللي بتتسال على الجروبات. السؤال ده انت اللي تحدد اجابه السؤال ده، لكن انا هساعدك شويه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. شوف انت التخصص بتاعك في كليه ايه، ولنفرض مثلا انت خريج تجاره، فانت شوف ايه هي التراكات القريبه من كليه التجاره، بحيث ان انت ممكن تقدم في التراكات دي وتكون فرصه قبولك كبيره. لو انت في تراك من التراكات دي حابب ان انت تشتغل فيها وان سوق العمل بتاعها كويس جدا، قدم على اي تراك من التراكات دي. طب لو انت اصلا مش حابب اي تراك من التراكات دي وفي تراكات تانية ممكن تقدم عليها، قدم عليها. لكن قبل ما تقدم شوف سوق العمل بتاعها، عشان ما تجيش بعد ما تخش مثلا 9 شهور وتيجي تضيع وقت كبير جدا، تلاقي ان انت اصلا السوق بتاع التراك ده واقف او مثلا مش مطلوب في الوقت ده. فانت قبل ما تخش على اي تراك شوف انت حابب تقدم على ايه، وشوف السوق بتاعه هل مطلوب بشكل كافي ولا لا. وفي معلومه صغيره، مفيش حاجه اسمها ايه هو احسن تراك اقدم عليه. شوف انت حابب ايه واقدم عليه. لو انا ما عنديش وقت اذاكر اقدم ولا لا؟ نصيحه، قدم. انت كده كده مش خسران حاجه. قدم بحيث تكسر الرهبه بتاعه الامتحانات وتعرف النظام ماشي ازاي، وتيجي السنه الجايه تقدم وانت عارف بقى انت هتخش على انهي تراك وهتذاكر منين بالظبط، فمحدش يضيع الفرصه منه. علي النعمه انت بتتكلم صح. لو قدمت على تراك بعيد عن الكليه بتاعتي، هل ده بيفرق؟ زي ما قلت قبل كده، انت وشطارتك حاول تقنع اللي قدامك بيك، حاول تبين له قد ايه انت فعلا مهتم بالتراك ده وعارف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي وان انت اشتغلت على نفسك فيه. فانت لو قدرت تقنع الشخص اللي قدامك بالنقط دي كلها هتلاقي ان انت نسبه قبولك كويسه جدا في التراك ده. وفي فيديو مفصل بشرح فيه ازاي تجهز كويس جدا نفسك للتكنيكال انترفيو، هسيبه لك فوق هنا اهو. ايه هي اهم الجروبات اللي انا المفروض اتابعها؟ بص، انت عندك 3 جروبات مهمين جدا. اول جروب هو الجروب بتاع المعهد اللي على الفيسبوك، والجروب ده بينزل عليه مواعيد كل منحه وايه التراكات اللي هتفتح في كل محافظه، فالجروب ده لازم تتابعه. الجروب الثاني وهو الجروب بتاع 9 شهور، ده بيكون عليه كل الاستفسارات اللي انت ممكن تيجي في بالك. هتلاقي ناس ياما جدا بتخش وتسال عليه، فكل الاسئله اللي انت هتلاقيها على الجروب ده مهمه جدا ليك. والجروب الثالث هو الجروب بتاع 3 شهور، نفس الجروب بتاع 9 شهور بتلاقي فيه كل الاستفسارات اللي انت ممكن تيجي في بالك. هسيب لك ال3 لينكات دولت تحت في الوصف بتاع الفيديو. هل لو قدمت في 3 شهور ينفع اقدم في 9 شهور؟ ينفع تقدم، لكن خد بالك من حاجه، لما تيجي في مرحله الانترفيوهات بتاعت ال9 شهور هتتسال عملت ايه بعد ما خلصت ال3 شهور، فلازم تكون مجهز اجابه السؤال ده كويس جدا. هل المعهد بيشغلني؟ بص، المعهد مش بياخدك ويوديك للشركات ويجي يقول لهم الطالب ده كان عندي في المنحه، لكن انت اللي بتسعى وبتدور على الشغل بنفسك. لكن شهاده الاي تي اي في السي في بتاعك بتفرق جدا جدا، بيكون ليها وزنها. فانت بس مطالب منك ان انت تدور على شغل بعد ما تيجي تخلص المنحه. ولينكد ان اهتموا بيه كويس جدا لانه فعلا بيجيب لك فرص كويسه جدا. حاولوا تحطوا فيه كل المشاريع اللي انتوا بتعملوها اول باول في الاي تي اي، وحاول تكتب بوستات ليها علاقه بالتراك او بالمجال بتاعك، لان ده بيزود الناس عنك على لينكد ان، وفرصه ان انت تلاقي شغل على لينكد ان تبقى كويسه جدا. في نقطه كويسه جدا في ال9 شهور، وهو ان في حاجه اسمها الجوب فير، ودي بتحصل بس في ال9 شهور في القريه الذكيه. وهو ان المعهد بيعمل زي معرض كده اهو للشركات. الشركات بتيجي في اخر المنحه بتاعت ال9 شهور وبتعمل معرض توظيف، فكل الطلبه اللي هم بيبقوا في ال9 شهور في القريه الذكيه بيكون لهم فرص كبيره جدا جدا ان هم يقدموا على الشركات دي. وعدد كبير جدا من الطلبه فعلا بيشتغلوا في الشركات دي من خلال الجوب فير، لكن دي بتبقى موجوده بس في ال9 شهور في فرع القريه الذكيه. هل امتحان الاي كيو بخش فيه بآلة؟ لا، بتخش فيه بالقلم وورقه وبس. لسه معيش شهاده التخرج، هل ينفع اقدم؟ بص، لو انت معاك شهاده التخرج فانت ممكن تقدم بالافاده. طب لو انت لا معاك لا التخرج ولا الافاده، بكل بساطه كل اللي انت بتعمله في مرحله تقديم الورق في الخانه بتاعت شهاده التخرج في كده ورقه بتحملها، دي اسمها اقرار. الاقرار ده بعد ما بتحمله بتملاه، وده معناه ان انت هتقدم شهاده التخرج بتاعتك في بدايه الدراسه في المعهد. نفس الكلام بالظبط بتاع الجيش. طب لو انا شغال ينفع اقدم؟ انت ممكن تقدم عادي، لكن انت لا هتعرف تذاكر ولا هتعرف تواكب بين الشغل والمذاكره بتاعتك. ده غير اصلا ان انت بتمضي على نفسك اقرار ان انت اصلا متفرغ تماما في حته اصلا ان انت تشتغل بجانب الدراسه. ده شيء انت مش هتعرف تعمله للاسف خالص، ولا حتى اذا كان مثلا التراك بتاعك اونلاين. برضو الموضوع بيكون ضغط كبير جدا، بيكون عليك تسليم تاسكات، بيكون عليك مشاريع ياما، بيكون عليك مذاكره كتيره جدا، فالموضوع بيكون مضغوط بشكل كبير. هل لازم كليه معينه عشان اقدم؟ لا، مش لازم اي كليه او اي معهد، لكن شرط اساسي ان الكليه بتاعتك او المعهد بتاعك يكون معترف من المجلس الاعلى للجامعات. غير كده مفيش اي مشكله. الناس اللي بتبقى جايبه درجات عاليه جدا وما اتقبلتش في 9 شهور
بتتحول اوتوماتيك على ال3 شهور اللي بتفتح على طول بعد ال9 شهور. دي معلومه مش سؤال. طيب يا سيدي شكرا. بقالها كده كام فتره بتاع حوالي مثلا سنتين بقوا بيخلوا الناس اللي هي كانت جايبه درجات عاليه وهي مقدمه على ال9 شهور وللاسف ما كانش ليها نصيب انها تخش ال9 شهور، فبقوا بيحولوهم اوتوماتيك على ال3 شهور اللي هي بتفتح على طول بعد ال9 شهور. وهنا انت بتخش ال3 شهور من غير ما تعمل اي مقابله او اي امتحان. انت بتتكلم جد. وهنا بيشوفوا تراك قريب من التراكات اللي انت كنت ناوي تقدم عليها في ال9 شهور وبيرشحها لك. لو انا ما رحتش لاي ظرف ما امتحان اول مرحله اللي هي بتاعت الانجليزي والاي كيو والبروبلم سولفنج، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي، وهو ان في ميعاد تاني بيتحدد للمتخلفين، لكن لو الميعاد التاني ده فاتك فانت ما عندكش اي فرصه تانيه، فحاولوا تهتموا كويس جدا بالنقطه دي. لو انا مقدم على تراكين وجالي امتحان في التراكين دولت وفي تراك منهم انا مش عاوزه، فاللي المفروض اعمله بكل بساطه مش هتروح ميعاد الانترفيو بتاع التراك اللي انت مش عاوزه ومش هيكون فيه اي مشكله عليك. هل انا بختار انهي تراك من اللي انا حاططهم اللي انا اخش فيه؟ يعني مثلا لو انا مثلا مقدم على تراكين وعلى فرض ان انا نجحت في الاثنين، هل انا بختار انهي تراك اللي انا عاوز ادرسه؟ لا، انت اوتوماتيك لو انت فرضا ان انت نجحت في الاثنين فانت اوتوماتيك بتخش على اول تراك، فانت يستحسن تشوف انهي تراك انت حابه اكتر وحطه في اول رغبه ليك، عشان لو انت نجحت فيه هو ده اللي انت هتتقبل فيه الاول. لكن انت مالكش حريه الاختيار ان انت تختار بين الرغبتين. طب هل ينفع ابدل بين الرغبات؟ طول ما انت ما امتحنتش التكنيكال فانت سهل جدا تخش على الموقع بتاع المعهد على الايميل بتاعك وتبدل بين الرغبات. ولو انت مثلا النهارده عندك انترفيو في السوفت سكيلز او مثلا في التكنيكال، اول ما تروح الانترفيو قول للشخص اللي هو بيعمل لك الانترفيو ان انت عاوز تلغي او عاوز تبدل تراك من التراكين. لكن لو انت امتحنت تراك منهم فانت كده ما ينفعش تبدل بين التراكات. انهي احسن، اقدم على تراك واحد ولا تراكين؟ بصوا يا جماعه النقطه دي ملهاش علاقه خالص بانهي احسن. شوف انت حابب تخش انهي تراك وقدم عليه. لو انت مقدم على تراك واحد فقدم على التراك ده في كذا محافظه، بحيث لو انت مثلا ما كانش ليك نصيب في التراك ده في محافظه معينه فممكن يكون ليك نصيب في نفس التراك في محافظه تانية. ولو انت مثلا حابب تقدم على تراكين فقدم على التراكين وذاكر لهم كويس جدا. مفيش حاجه اسمها انهي احسن، لان كان في اشاعه تقول لك لو انت مثلا قدمت على تراك فهم كده عارفين ان انت مخطط كويس لمستقبلك فانت كده هتبقى نسبه قبولك كويسه، ولو انت مقدم مثلا على تراكين مختلفين فانت كده مزعزع او انت مش عارف انت عايز ايه بالظبط. كل ده كلام خاطئ جدا. اذاكر الانجليزي والاي كيو والبروبلم سولفنج منين؟ كل الحاجات دي هسيب لك ليها داتا تحت في الوصف بتاع الفيديو، وهتلاقيني كل شويه بحدث الوصف بتاع الفيديو ده، بحط عليه كل اللينكات المهمه، لو في جديد هتلاقيني بضيفه تحت في الوصف. بالنسبه للاسئله بتاعت السوفت سكيلز شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هتلاقيني عامل على القناه سلسله كامله اسمها شويه اتش ار، فيها حوالي تقريبا 22 فيديو. هتلاقي في كل فيديو من دولت 4 أو 5 اسئله بشرح في كل سؤال من ده ايه هو الغرض من السؤال ده، ودي اهم نقطه في الاسئله دي، ان انت تكون عارف الغرض من الاسئله دي وازاي تجاوب عليه وايه الحاجات اللي انت ما ينفعش تقولها في كل سؤال. فهتلاقيني سايب لك السلسله دي فوق هنا في الاي او مثلا تحت في الوصف بتاع الفيديو. الانترفيو بيكون بالعربي ولا بالانجليزي؟ الانترفيو بيكون بالعربي، لكن ممكن تتسال سؤال مثلا بالانجليزي. ابتدينا نستظرف. وده شيء طبيعي جدا، وبالذات بتلاقي السؤال بالانجليزي في الانترفيو بتاع السوفت سكيلز، وهنا بيبقى غرضه ان هو بس يوترك، وفي الغالب بيكون سؤال بسيط جدا اللي هو مثلا بيقول لك introduce yourself، فبتكون حاجه بسيطه، لكن هو الطبيعي الانترفيو بيكون بالعربي. ايوه كده. هل لو في حاجه انا مش عارفها كويس وانا اكتبها في السي في اشيلها ولا اسيبها؟ بص في التكنيكال انترفيو ودي حاجه مهمه جدا، لو في حاجه انت مش عارفها زي مثلا اسم برنامج انت ما اشتغلتش عليه بشكل كويس، او مثلا لغه انت ما دوستش فيها قوي، لو انت مش عارفها بشكل كويس يستحسن ان انت ما تكتبهاش في السي في. وهسيب لك برضو اللينك بتاع الفيديو اللي هو انت ازاي تجهز نفسك للتكنيكال انترفيو، عشان الفيديو ده مهم جدا. هل لو انا مستواي كويس جدا هل يستحسن ان انا ما اجاوبش على كل الاسئله في التكنيكال انترفيو؟ لا والله. دي برضو اشعه برضو انتشرت بشكل كبير، وهو ان انت تكون اوفر كواليفايد، اللي هو انت ممكن تترفض عشان انت عندك معلومات كويسه جدا 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 ومستواك عن المعهد عالي، فهم ممكن يرفضوك عشان انت مستواك عالي جدا. ودي معلومه خاطئه، مفيش حد بيترفض عشان هو مستواه عالي، لكن هم ممكن يشوفوا ان انت مش هتستفاد حاجه من المعهد، وان انت مشيت مع نفسك بشكل كويس جدا ووصلت لمستوى يأهلك لسوق العمل بشكل كويس، فان انت تخش المعهد تقعد فيه 9 شهور ده مش هيضيف لك حاجه. فانت نصيحه يستحسن لو انت عارف اي معلومه قولها، المنافسه في المنحه كبيره جدا، فحاول ان انت تتميز عن غيرك وحاول تعرف اكبر قدر ممكن من المعلومات. هل لازم اروح الاورينتيشن؟ هل لازم اروح الاورينتيشن؟ ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش.
ايا يكن بقى، هل لازم اروح الاورينتيشن؟ بص، مش لازم تروح اليوم ده، لكن لو انت تقدر تروحه روحه. هو اليوم ده بيكون يوم تعارف كده، بيعرفك نظام المعهد بيكون ماشي ازاي ونظام الدراسه هيكون ايه بالظبط. هل كورسات مهاره تك بتاهلني لسوق العمل؟ لو انت ما بتعرفش ايه هي مهاره تك، فمهاره تك هي عباره عن منصه تبع معهد الاي تي اي، فيها كورسات بسيطه جدا عن بعض التراكات، بتبقى حاجات بتاهلك لاول السلم بس، لكن دي مش حاجات بتاهلك لسوق العمل. ايه بقى موضوع الفلوس اللي انت بتدفعها؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. المعهد بيكون عاوز ضامن ان انت فعلا مش هتسيب المنحه، فاللي انت بتعمله كالاتي: اول حاجه وهو ان انت بتشوف اي حد، زميلك، صاحبك، قريبك، اي حد بيكون شغال اي شغل حكومي وبيروح معاك وبيمضي على حاجه كده ضمان للمعهد ان انت فعلا مش هتسيب المنحه. طب لو انت بقى مالكش حد، انا لا ليا لا حبيب ولا قريب ولا غريب، هنا بقى هتدفع الفلوس. كل اللي انت هتعمله هتلاقي في المعهد بيقولوا لك هتيجي تروح مثلا لبنك معين، وهتروح البنك ده وهتدفع مثلا مبلغ، خلينا نقول 20000، وهتيجي مثلا تدفع مثلا ال 20000 دولار، والبنك بيديلك بيه ورقه. الورقه دي بتوديها للمعهد وبتكون ضمان ان انت مش هتسيب المنحه دي. ولما تيجي ان شاء الله تخلص ال9 شهور بتاخد الورقه دي تاني وبترجعها للبنك وبتاخد فلوسك. وناس ياما جدا قالت ان انت فعلا لو عندك ظرف طارئ او ظرف قهري واضطريت ان انت تسيب المنحه، فانت بتكلم اداره المعهد وهم بيكونوا متفاهمين كويس جدا جدا، وبتسيب المنحه من غير ما تدفع اي فلوس، والفلوس بتاعتك بتاخدها بعد كده. فكان في ناس بتسيب المنحه لظروف قهريه وفعلا ما كانوش بيدفعوا اي حاجه، فالفلوس اللي انت كنت دفعتها دي بتاخدها تاني. لكن ما تجيش مثلا تقول اللي انت عاوز تسيب المنحه عشان انت مثلا حاسس فيها بضغط كبير، ده طبعا مش سبب مقنع. نظام الدراسه جوه المعهد، الدراسه بتبتدي من الساعه 9 الصبح وتنتهي على الساعه 4 او الساعه 5، لكن في بعض التراكات ممكن تقعد بعد كده اهو، لان انت مثلا ممكن يكون عندك تسليم لابات او مثلا مشاريع، او مثلا انت عايز تقعد تذاكر، فحته الوقت دي ما تعتمدش عليها قوي. بس هو الطبيعي من الساعه 9 لغايه الساعه 4 او الساعه 5. ازاي اجهز للمنحه كويس؟ اول حاجه انت عندك المنحه بيكون عندك 3 مراحل. اول مرحله وهي مرحله الانجليزي والاي كيو والبروبلم سولفنج، بتجهز لهم كويس جدا، وهسيب لك المصادر بتاعتهم تحت في الوصف بتاع الفيديو. بتخش بعد كده على مرحله الانترفيوهات اللي هي السوفت سكيلز انترفيو والتكنيكال انترفيو. بالنسبه للسوفت سكيلز انترفيو هتلاقي سلسله كامله فيها كل الاسئله اللي بتتسال في السوفت سكيلز دي، باذن الله مش هتخليك محتاج اي حاجه تانية. سؤال بس واحد، يعني الثقة دي منين؟ والتكنيكال انترفيو، شوف الفيديو بتاع ازاي تجهز للتكنيكال انترفيو، وده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تعرف تمشي في المذاكره بتاعتك ايا كان التراك بتاعك ايه. لو انت نجحت في المرحله دي، خش بعد كده على مرحله سهله جدا وهي اللاست اتش ار انترفيو، وده بيكون انترفيو بسيط جدا مشابه للسوفت سكيلز انترفيو، وبرده هتلاقيني عامل فيديو عليه بشرح لك فيه ايه هي الاسئله اللي انت ممكن تتسالها في الانترفيو ده. الموضوع ان شاء الله بسيط، بس بيكون عاوز منك مجهود شويه ومذاكره. انا خلصت.